الله الله الله، ريحة شيء رائع، شيء فاخر من الآخر. كيف فينا نعمل تتبيلة الجوانح مثل المطاعم بالبيت ومع سر النكهة الطيبة؟ هلا بنحط لها الصوص الخطير هذا معنا. هاي هي سر النكهة، لازم تتابع الفيديو. بنقول لها اطلعي، شايفين؟ ناخذ هيك. الله الله، هاي هي طعم غير شكل. بسم الله. نغم نغم. وهلا بنيجي للتتبيله الخرافيه. عندي معلقه صغيره من الثوم البودره، ومعلقه صغيره من البصل البودره، معلقه كركم، فلفل ابيض نص معلقه، ملح معلقه صغيره، هيل معلقه صغيره، بابريكا حمراء حلوه معلقه صغيره، عندي خردل معلقه كبيره، دبس فليفله حلو معلقه كبيره، كاتشب عندي ربع فنجان او ربع كاسه، تنتين عصير ليمون، كاسة زيت، عندي الكاسة 220 ملي، أنا استخدمت هون نص كاسة 110. وعندي العسل، رح أحتاج تقريبا معلقتين كبار من العسل. طبعا العسل بيعطي طعم كتير طيبة هو والخردل. وهلا بنحركهم. بسم الله. وبنجيب الجوانح معنا. طبعا رح نلبس الكف. بسم الله. وبنحطهم. طبعا أنا الجوانح هون غسلتها بالمي والخل. هلا بنعطيها تقليبه خفيفه. الله، الريحه غير شكل. هلا بدي اغطيها بالستريش او النايلو واخليها تقريبا ساعه بالبراد وبنرجع لكم. وهلا طبعا الجوانح بعد ما قعدت معنا ساعه ونص بالبراد وتخللت وتخمرت، رح نجيب صينيه الفرن ونحط الجوانح عليها. طبعا هون الفرن لازم يكون عندي حامي، حراره 180 من فوق ومن تحت، واذا عندك مروحه يفضل. هلا بننزل الجوانح بهذا الشكل. بسم الله. الله، ريحة التتبيلة كتير خطيرة، طيبة وحلوة. طبعا اللي بحب الحد كمان بيمشي الحال. هلا بنخلي كمان التتبيلة عليها. بسم الله بهذا الشكل. هلا بنجيب عنا ورق الزبدة وبنجيب السلوفان. وبدي احطها بالرف الثاني من تحت الوسط برف. بسم الله. بدي اخليها تقريبا ساعة بالفرن. اخر 10 دقائق بدي اشيل ورق السلوفان وورق الزبدة اخليها تتحمر كمان معنا. وعبين ما تجهز معنا صينية الجوانح احنا رح نعمل المايونيز. طبعا المايونيز اللي رح نعمله الاساسي، ما رح نعمل لا بالنشا ولا بالحليب ولا بالبطاطا، المايونيز العادي. طبعا هون حطيت انا بيضة واحدة، رح احط معلقة خردل، حبة توم او سن توم، عصير ليمونة، طبعا الليمونة وسط، ومعلقة ملح صغيرة. وهلا بننزل الزيت مع الخفق. بسم الله. اول شيء بنخفه بعدين بننزل الزيت. وهلا هيك خلص معنا. تقريبا اكل 3/4 الكاسة زيت، تقريبا 150 ملي من زيت العادي. شايفين السماكة؟ الطعم خطير. هلا بنحطه بالبراد. ولسر النكهة هلا بنحتاج احنا هون، عندي انا ربع قالب زبدة، بحطه تحت النار طبعا بدي ادوبه. وعندي سنين من الثوم. بسم الله. ريحة الثوم خطيرة. طبعا هلا بخلي الزبدة تذوب على مهلها. بس تستوي الجوانح بدي اجيب فرشاي وبدهنها فيهم. هون الطعم خطير. اللي بحب كمان يحط ليمون يطفيها بالليمون، هاي بترجع اختياري. هلا بحط بقدونس رشه، يسلم لي على يونس. الله، الريحه غير شكل. رشه ملح. بسم الله. هلا بنستنى تقريبا بقالها شي ربع ساعه وبتستوي الجوانح. هلا بنشيلها شوي من الفرن. بسم الله. بدنا نرفع لها. الله، رايحين نيفا. هلا بنحط لها الصوص الخطير هذا معنا، بنرجعها شوي على الفرن. بسم الله. هلا بنحطها اخر اشي من فوق، بنخليها 10 دقائق. بسم الله. وهلا هيك خلصت معنا. الله،
الله الله الله، شايفين؟ وهذا هو الريحة، شيء رائع، شيء فاخر من الآخر. بسم الله. الله. هلا بدنا نصفهم بجاط التقديم. هلا بنحط لها البقدونس. بسم الله. ما رح ننسى عصرة الليمون. الله. هاي النكهة هون، هاي هي سر النكهة. بآخر اشي بالليمون تعطيها عصرة ليمون. بنقول لها اطلعي، شايفين؟ وبنجيب المايونيز اللي سويناه، ناخذ هيك. الله. وبنقول بسم الله. الله. هاي هي طعم غير شكل، والليمون اعطاها طعم بالاخير خيال. طبعا ما راح ننسى طعمة الزبدة مع الثوم. بسم الله. نغم نغم. وهيك خلصت معنا وصفتنا، بتمنى انه تنال اعجابكم، واذا عجبتكم لا تنسونا من اللايك والاشتراك والشير للغير. سلام.